السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم اسرع فطائر بدون دلك بدون مجهود. غادي نحتاج فيهم خميره نتاع الخبز، وغادي نزيد معلقه كبيره نتاع السكر، معلقه صغيره نتاع الملحه. المهم بالنسبه للسكر الا بغيتو تزيدوا يمكن لكم ديروا 2 معالق كبار. عندي هنايا كاس نتاع الحليب اللي كيكون حامي. غادي نزيد بيضه واحده، سكر فاني. تقدروا ديروا شي نكهه اخرى يعني من غير الفاني. المهم بالنسبه للنكهات يعني كل واحد شنو كيفضل. عندي معلقه كبيره نتاع حليب بودره. دابا غادي نزيد الفرينه. عندي هنايا 300 غرام. بالنسبه للعجينه راه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش جاريه بزاف. دابا غادي نوري لكم كيفاش كتجي. انا هنايا بالنسبه للحليب راني زدت الكميه اللي كانت بقات لي في الكاس، يعني درت كاس عامر نتاع الحليب، وغادي نزيد كيس واحد نتاع خميره الحلوى في الاخر. صافي هنايا كنجمع العجينه بيديا كتكون بحال هكا. غادي نزيد ليها معلقه كبيره نتاع الزبده، غادي ندخلها مزيان في العجينه. هاد العجينه بلا ما تدلكوها كتبقاو ديروا هاد العمليه هادي. صافي دابا غادي نغطيها، غادي نخليها حتى تخمر. فاش خمرت العجينه دابا غادي نسرحها. ضروري كترشوا شويه د الفرينه حيت العجينه راه ما كتكونش قاصحه باش ما تبقاش تلصق لكم. حاولوا هنايا ما ديروهاش رقيقه بزاف. صافي قطعتها بحال هكا. كديروها مربعات، كتقطعوها بهذه الطريقه. هنايا كندير واحد شويه نتاع الماء باش العجينه تلصق ليا. صافي كتخلفوهم بهذا الشكل. الطريقه جد سهله. صافي هنا حطيتهم في الصينيه اللي غادي تدخل الفران. غادي نخليهم حتى يخمروا المره الثانيه. من بعد ما خمروا كندهنهم بالحليب. الفران راني شعلته باش يسخن، يعني ضروري ما تحطوهم في الفران يكون حامي. صافي دابا غادي ندخلهم يطيبوا على نار اللي كتكون متوسطه. عندي هنايا الكريمه، عندي كريم شانتيي. غادي نضيف له هنايا اللوز اللي كيكون مطحون مزيان. هنايا بالنسبه للفطائر من بعد ما خرجتهم من الفران غادي ندير لهم الكريمه. بالنسبه للكريمه الا ما بغيتوش ديروا ليها اللوز يعني تقدروا ديروها بوحدها. صافي كنزينهم بالفريز ودرت عليهم واحد الرشه خفيفه من سكر كلاصي، وكيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، وبصحه وراحه.